قدمتها بشكل مختلف، وده بيخلّيني عايزة أسألك إمتى اللحظة اللي أنت حسيت فيها إن أنت عندك الموهبة دي؟ يعني أنت قُلت وأنت صغير ما كنتش بالضرورة حاسس إنك أكتر واحد مضحك، وشايف إنه في ناس ممكن تكون بتضحّك أكتر من كده، بس إمتى حسيت إنك عندك الsuper power دي إن أنت تضحّك وتأثّر على الناس اللي حواليك؟ والله ده حصل من سنتين أول ما بدأت. أنا ما أعرفش، أنا أصلًا بجد الموضوع بدأ بالصدفة. وأنا طول حياتي بُصّي، موضوع إن أنا أهزّر على حد مش عارف يرُد عليَّ من زمان وأنا ما باحبوش. اهم. يعني بجد لو أنا هاهزّر مع نسيمة وهاتريق عليها، لازم أبقى عارف إن هي هتردّها لي الضِعف بجد. لكن إن أنا أبقى، لإن ما هو ده برضه من الخِسّة. ما هو صح. الخِسّة بتاعة اللي هو أنا هاهزّر عشان أنا ضحّكت، أبقى باضحّك وِحشة، لإن هو الضحك فيه شر. يعني أي حد بيضحّك جوّاه حتّة شر. أنت كإنسان عايز تموت من غير ما حد يدعي عليك، محتاج بقى تكنترول دي عشان يعني تضحّك، وفي نفس الوقت وتطلّع الحتّة الشريرة اللي جواك، بس اهم. من غير ما تأذي أو أنت اتأذي معاها. فبتلاقي إن في كوميديانات يكرهوا إن حد يتريق عليهم، ما يقدرش يموت. ده أنا باعرف إن من جواه لأ، شر واكله، ده ربنا يكون في عونه. لإن هو الضحك هو سلاح. يعني أنا دلوقتي في واحد غيري ما يقدرش، يعني لو حد تاني بيتكلم في الكلام اللي أنا باقوله ده ممكن يقول له مين بقى لو واحد مثلًا بيتكلم باللغة العربية يقول له مين الفيلسوف ده عامل فيها محمد صبحي وبتاع. اهم. مجرد إن أنا باهزر فبتمشي. يعني اتكلمت عن حاجات كبيرة، اتكلمت عن حاجات اللي هي حاجات الناس بتخاف تتكلم عنها، اتكلمت عنها وعدت عشان انا بهزر، فهو سلاح. انت بقى كإنسان مش عايز تولع في نار جهنم بعد ما تموت، محتاج ان انت تكنترول الموضوع ده، او تبقى فير. يعني ما تهزرش مع حد، ما تهزرش مع ويتر. إمم. راجل انت زبون واقف في محل وفي مش ويتر هتقدر بيقول لك بيهزر معاك، فانت بتروح بتتريق عليه، وفي بنات ضحكت فانت انبسطت، كل شويه تشتغل عليه بقى تديله. انت خسيس يا معلم، عشان هو اهم. مش عارف يرد عليك. مع ان هو لو شافك بره ممكن يضحك عليك الشارع، بس هو دلوقتي محترمك عشان انت الزبون. فانت خليك انسان، يعني فاهمه بس.